علامك الحين علامك بزعلك علامك هديت امي ورديت على خاله. لا يا حبيبتي يا ولا شنو انت في حلجك رمل في حلجك رمل. والله شنو ايش حكى تضحك ايش حكى تضحك ايش حكى تضحك اول مره تشوف قاضي حلو بحلق. سيدي القاضي وصلنا الدور. سيدي القاضي ذلومة اختك ذلومة اختك بقى راحت اهلي كلها راحت. روح بقى يدتي بعد قولها يدتي. سيدي القاضي إن لموكلتي قبولة إن لموكلي تفضل سيدي القاضي. إن بالنسبة لموكلي طال عمرك مشهور بأخلاقه الكريمة وبسمعته الطيبة، وكل تقارير رؤساء عنه تثبت صدق كلامي، وهذا بالطبع سيدي القاضي ما يؤكد بطلان ما يدعيه المدعو عصام أشعل لوت بأن موكلي يهدده ويطارده ويهدده بالتسهيل، وهذا سيدي القاضي لا يأتي إلا من إنسان سيء السلوك، وهذا يتنافى عن ما هو معروف عن موكلي. لذا هني حكي الصدعات. لذا أطلب من عدالتكم سيدي القاضي تأكيد حضانة هذا الأب لهذا الأب بفرض أقصى العقوبة على أمثال هذا الذين لا هم لهم إلا نشر الشائعات على أبناء هذا الوطن البررة. هذا من أولاد بلاد البررة، أقسم بالله سيدي القاضي كل من هالبلاد يحبها أكثر منه. والله سيدي القاضي والله العظيم السبان من لسانه للبلاد هذه كيف كلمة أسلامه، وهو لو كان يحب بلاده ومخلص لعمله مثل ما تقول يحلف قدام المحكمة إني أنا شايفني بتكيف بالمخدرات، وأنا والله سيدي القاضي سواكل ما بتكيفات. ليش هذا كله؟ عشان فضيت الشركة معاه يلعن أبو اليوم اللي فكرت نعمل معاك مشروع أو شركة يستقل مركزه باش يحطني وتقول لي مخلص لعمله. والله سيدي القاضي والله سيدي القاضي والله سيدي القاضي والله العظيم والله سيدي القاضي ما نرقدش بالليل بس بابوه مغلقني حتى في منامي. الغرفة انا خاف نقعد فيها لوحدي يطلع لي والجن هلكت والله سيدي القاضي. وفي طالع بشتغته ما شاء الله. انت بس هلكت، انا هلكت اكثر منك. عصامو عصعص محاميك لما تحكى ما حد قاطع. روح هناك يلا يا محمد يا خاخ. سيدي القاضي الله يطول لي عمرك. سيدي القاضي مو معقول، اعتقد التقارير اللي قدامك تثبت اني انا رجعت. لا معقولة سيدي القاضي شخص مثل موكلي معروف باخلاقه الكريمه وبسمعته الطيبه انه يطارده بس لمجرد خلاف شخصي، فليس موكلي توم ولا هو جاري. واما من ناحيه موكلي انه يشتم هذا البلد فهذا تصرف حكيم الموكلي لكي يباغت امثال هذا ويتوصل الى داخله، كما يتطلب عمل موكلي تعاطي المخدرات لمعرفة من يتعاطى ويتم القبض عليهم. أدري سيدي القاضي بتقول لي بيتعود، لكن هذا الواجب الله يطول لي. مفروض موكلك بيجري وراء المجرمين، يرتكب جريمة باش يتعرف على المجرمين. يا محلك يا مزولك. سيدي القاضي أرجو منك تنظيم سير القضية حتى لا يضيع وقتكم الثمين بلا فائدة. يا عصام عندك ما يؤكد صحة كلامك بأن هذا يطاردك؟ نعم سيدي القاضي، عندي مرتي وأولادي أكثر من مرة سمعوا يهددني.
الزوجة والأولاد من الأقرباء، عندك غيرهم؟ منين اجيب لك خيرهم سيدي القاضي؟ ما هو كيف شيطان ما يطلع لي لما اكون لوحدي. نبقى آخر الجلسة، يلا روح نبقى آخر الجلسة. ليش اخر الجلسه سيدي القاضي؟ نبقى آخر الجلسة. يا ابن الحزاك لا لا يا ابن الحزاك لا لا اطلع لي برا. ما تروح انت. تفضلوا تفضل تفضل تفضلوا تفضل. والله اني في مكتب مرة ثانية في بطني. تفضلوا. يعطيك العافية يا سيد القاضي، يعطيك العافية. الله يسلمك. يعطيك العافية. كم قضية بقى؟ بقى 10 سيد القاضي. على فكرة زوجتك اتصلت من مدة ساعة، ما قدرت تقول